إبراهيم الطويل، القائم بالأعمال المكلف بالسفارة الليبية في المملكة المغربية. سعدت اليوم كثيرا بدعوتي لحضور هذه الندوة القيمة حول الأزمة الليبية والحلول المقترحة التي تضمنت عدد من المحاور المهمة فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية ووجود قامات مغربية كبيرة في مجال العلوم السياسية والاقتصاد والقانون وأيضا الصحافة وغيرها من مؤسسات أخرى. وطلعت على رؤى وأفكار وتصورات النخب السياسية الأكاديمية والثقافية المغربية، والحقيقة وحرصهم وشغفهم الكبير بأن ليبيا يعني تشهد الاستقرار وتشهد التنمية وتخرج من هذه الأزمة بكل ثقة. وهنا أحب أن أشير، وقد أشرت له في الورقة التي قدمتها، بالحقيقة بالدور الكبير للمملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أن المملكة المغربية لعبت دور الوسيط الحميد النزيه في حلحلة ومعالجة المشكل الليبي، انطلاقا من اتفاق الصخيرات ومرورا ببوزنيقة 1 وبوزنيقة 2 إضافة لطنجة. وهذه الجهود الكبيرة مقدرة تقديرا عاليا من الشعب الليبي والنخب السياسية الليبية والمثقفين والأكاديميين الليبيين. وأيضا أحب أن أشير إلى قوة ومتانة العلاقات الليبية المغربية المتميزة والمتطورة دائما، ولكم كل التقدير والاحترام. شكرا جزيلا.